اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الغاليات، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. كما راكم تشوفوا البنات، اليوم راح نديروا لي تارتولات اوف خوي، ان شاء الله ينالوا اعجابكم. واحد البنه فيهم ولا اروع، كسوسوا في لاباط ولا في لاكريم. نروحوا مباشره لتحضير العجينه اللي عندنا. فيها قرصه الملح، عندنا فيها 60 غرام تاع سكر غلاس، عندنا 125 غرام تاع مارغارين، وعندنا صفار بيضاء و 250 غرام دو فارين. نبداو بسم الله وعلى بركه الله، وبلا ما ننساو عندنا شويه تاع الحليب اللي راح نعاونوا لاباط نتاعنا باه تتلم. بيان سور راح نبداو باول حاجه اللي هي لا فارين، راح نغربلوها، ومن بعد راح نغربلو 60 غرام تاع سكر غلاس. بيان سور كيما يقولوا هاد لي زانغريديون لازم يتغربلوا باش تجينا لاباط نتاعنا مهويه. راح نضيفوا قرصه الملح، وبيان سور ما تنساوش قرصه لافاني. راح نخلطوا النواشف بهذه الطريقه. من بعد راح نضيفوا الا 125 غرام مارغرين طريه. بيان سور راح نسيو كيفاش نبسوا لاباط نتاعنا، يعني راح ندخلوا مليح بيدينا. انا هنا صورت لكم الا بلا سباتول، ولكن بعد ما كوبيت الكاميرا خدمتها مليح بيدي حتى ندخلت كامل المارغرين في الفرينه. وبيان سور هنا راح نضيف الا صفار بيضاء. انا هنا سال شويه لو بلون دوف. من بعد نحيتو البنات وراني نخلط بهذه الطريقه. وبيان سور درت الحليب قدامي، ضفت الا حاجه قليله فقط يعني، وكانت العجينه نتاعي اتلمت وخرجت لي عجينه طريه كما راكم تشوفوا في الصوره. من بعد البنات لاباط تاعكم تحبوا تخلوها تريح هكذا، راح شوفوا راح تحلوها بهذه الطريقه. قلت لكم راح تحبوا تخلوها تريح حوالي نصف ساعه مغطيه بالبابي فيلم، سينو تخدموها ديريكتومون في ليمول وراح تخلوهم يريحوا حوالي نصف ساعه من بعد باش تطيبوهم، يعني لكم الخيار. ومن بعد البنات جبت لي مول ديالي، كنت وزنت العجينه نتاعي على كريات، الكل كريات وزن 35 غرام، يعني وزنتهم. واللي ما عندهاش الميزان دير حبيبات عينها ميزانها. وبهذه الطريقه البنات تسيو تبلاطيو العجينه بيان داخل ليمول. وفي الحواف ديروا نفس الطريقه اللي راني ندير فيها باش كي طيب لي تارتولات تاعكم بيان سور يخرجوا على وجه واحد. هنايا بعد ما كملتهم راهم داخل الفرن. بيان سور حاجه ما وريتها لكمش، من بعد حبيت نوريها داخل الفرن، هي الفرشيطه. لازم تثقبوهم كامل بالفرشيطه في النص هكذا باش ما يتنفخوش داخل الفرن. يعني لازم هذه الطريقه تفوتوا عليها، ولا الخطوه تفوتوا عليها باش يعني لي تارتولات تاعكم ما يتنفخوش داخل الفرن. هنايا البنات بعد ما طابوا لي وخليتهم يبردوا جينا نخدموا لا كريم باتيسيير اللي هي 2 حبات بيض، نص كاس تاع سكر حبيبات، وبيان سور مغرفه كبيره مملوءه تاع لافاني. هنا لافاني راح تزيد لها النكهه. راح نخلطوا مليح المكونات جيدا البنات بيان سور، ومن بعد نجي نضيف حوالي لتر تاع حليب ونبقاو نخلطوا المكونات جيدا. وكذلك ما ننساوش نضيفوا حوالي 3 ملاعق كبار تاع نشا اللي هي مايزينا. يعني لا مايزينا هي اللي راح تخلي الخليط نتاعنا ولا لا كريم باتيسيير نتاعنا تحكم روحها في الاخر يعني، وراح يكون عندها قوام نوعا ما ثقيل. هنا كما قلت لكم راني ضفت حوالي 3 ملاعق كبار يكونوا مملوئين البنات. ومن بعد ندوهم ندو هذا الخليط للفرن على نار متوسطه، ما نحبسوش كامل التحراك حتى نتحصلوا على هذا القوام. هنا غير نجيبوها من الفرن نحطوا لها ملعقه كبيره تاع مارغرين، نخلطوها مليح البنات. ومن بعد نجيبو بلا عريض بيان سور يكون نقي. راح نفرغوا الخليط نتاعنا في لو بلا باش لا كريم باتيسير تاعنا تبرد ليه. هنا راني نوزع في الخليط كامل. بيان سور راح نغطيه بابي فيلم. لازم يكون هذاك البابي فيلم يلامس سطح الكريمه باش ما دير لنا حتى قشره فيما بعد، يعني كي نجو نخلطوها نصيبوها اون كريم تكون ما فيها حتى شوائب. بهذه الطريقه البنات قلت لكم راح نغطيها بالبابي فيلم. ومن بعد البنات ما نغطيوها مليح ونحطوا عليها لو بابي فيلم. بيان سور راح ندوها للمجمد ولا للثلاجه من تحت، نخلوها حوالي 2 إلى 3 سوايع. هنا البنات هادو هما لي طاختولات التوعي بعد ما طابوا لي، يعني هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. تحبوا تحمروهم على هكذا يعني غير شويه لكم ذلك، كما تحبوا تقدروا تخلوهم هكذا يعني جو ما شاء الله حتى البنه نتاعهم ولا اروع.
بعد ما نديمو لي بيان سور هذه اللقطه كانت قبل ما نخدم لا كريم باتيسيير. قلت لكم بيان سور نخلوهم يبردوا كامل باش نبداو نعمروهم بلا كريم اللي راح نديروها دوك مع بعض. ما تقدروا ديروا كميه هائله من هاد لي تارتولات وتخبوهم في الكونجيلاتور كي يلحق رمضان ان شاء الله توجدوا برك لا كريم وانتم فريتوها. هنا نبداو بسم الله نحضروا لا كريم تاعنا اللي هي لا كريم دبلومات. هنا عندي راح ندير 2 كيسان تاع لا كريم شونتيي، لا بودر شونتيي عفوا. بيان سور راح يقابلها 2 كيسان ولا كاس ولا 2 كيسان قريب، يعني 2 كيسان يعني كاس غير شويه برك من الحليب يكون بارد. يعني الكاس الاول تعمروها عادي، الكاس الثاني راح تنقصوا له شويه هنا، خاصه لما تكونوا خايفين من لا بودغ نتاعكم تعود ما تطلعش. دونك انا كيما شفتوا يعني القاعده تقول كاس تاع حليب بارد يقابلها كاس تاع شونتي بودر شونتي. من بعد راح نضربوها باقصى سرعه بالضرب الكهربائي حتى نتحصلوا على لا كريم شونتي. انا في الاخير يعني تحصلت عليها ولا اروع ما شاء الله، يعني طلعت لي ليه. غير طلعتها البنات كنت هنا جبت لا كريم باتيسير تاعي، كنت ضفت لها شويه تاع لا كريم شونتيي. وماذا بكم كاينه قاعده في لا كريم دبلومات، ماذا بكم تكون لا كريم شونتيي تكون كتر من لا كريم باتيسير بيان سور باش تخرج لكم خفيفه وبنينه. وهنا راني نبوشي في لي تارتولات نتاوعي بهذه الطريقه، يعني طريقه جد سهله البنات. بيان سور هنا كنت درت التفاح، اللقطه تاع تقطع التفاح ما وريت لكمش تسمحوا لي. من بعد درت الكيوي البنات بيان سور. وفي الاخير كامل راح نزينها، نزيد لها عفوا حبه ولا نصف حبه تاع فراز، يعني باش نكسروا اللون. نتمنى ان شاء الله هاد الالوان يكونوا عجبوكم. اذا كش ما حبيتوا تعرفوا اكثر خلوا لي في لي كومونتير. بيان سور اذا حبيتوا تعرفوا تقطيع الفواكه كيما التفاح، يعني عنده عده يعني كيفاش نقدروا نقسموه، عنده عده اشكال عده موديلات فيه. اذا حبيتوا خلوا لي برك في لي كومونتير، راح ندير لكم فيديو خاص بتقطيع الفواكه. دونك انا درت حاجه سامبل، يعني قيس لي تارتولات صغار برك. ان شاء الله المره الجايه نديرها لكم خبزه كبيره هكذا باش تشوفوا انواع وتزيينات للفواكه. واش نقول لكم هاد لي تارتولات خرجوا ما شاء الله، البنه خرجوا بزاف بنان، لاباط تاعها خرجت هايله بالبزاف، يعني تتفتت في الفم. نقول لكم شهيتكم في الجنه، اللي تتوحم نقول لك سمحي لي، واللي مريض نقول لك سمح لي ربي شافيك. شهيتكم في الجنه البنات. ان شاء الله نتمنى منكم تجربوها صدقوني. كما يقولوا تحليات رمضانيه بامتياز، مليحه حتى للمشاريع المصغره. نتمنى ان شاء الله كامل جربوها بيان سور وتخلوا لي تعاليق حلوين كيما نتوما. بيان سور اذا كانت تاني تعجبتكم ولا عجبتكم لا فيديو خلوا لي تعليق حلو. ما تنساوليش هذاك الجيم، الله يرضى عليكم ان شاء الله. خلوا لي هذاك الجيم باش الفيديو تاعي يطلع يشوفوه شويه ناس، يعني يخرج للناس شويه. يعني الجيم هو اللي تقدروا الحاجه الوحيده راح تدعموني بها. ونقول لكم تلاقاو في فيديوهات اخرى بحول الله. ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله. نتلاقاو في فيديوهات اخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هي جنة طابت وطاب نعيمها، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، فيها الذي والله لا عين رآت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتها